السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا رسالة ونتمنى انه من الجمهور ياخذها بعين الاعتبار. يا اخوان، يا ناس، يا عالم، اذا ما عندكم تذاكر ليش تروحون للملعب؟ يا اخي اذا ما عندك تذكرة ليش تروح للملعب وتسوي فوضى وتعبر من فوق السياج؟ ما يصير تروح للملعب وانت ما عندك تذكرة. اذا ما قاص تذكرة ليش تروح؟ يا اخي اكو عوائل اجت من غير محافظات، اجت للملعب تريد تبوع المباراة وما قدرت تدخل بسبب الفوضى وبسبب الجماهير وهم حاجزين تذاكر. يعني شنو ذنبهم؟ من اللي يتحمل مسؤولية هاي الناس اللي قصت تذاكر وما دخلت للملعب؟ اليوم احنا نريد نحكي ويا المسؤول ويا المنظمين. يا اخوان هذا الموضوع كبر، ما يصير انت تروح للملعب وما عندك تذكرة. اذا ما عندك تذكرة لا تروح للملعب. رجاك رجاء اخوي، يا اخي لا تروح، لا تسوي فوضى. احنا نريد نرفع الحظر على الملاعب العراقية كلها. الان رفع الحظر على العراق جزئي، المفروض من الجماهير العراقية، وهو سر نجاح بطولة كاس الخليج هم الجماهير العراقية. زين، سر النجاح هذه البطولة هم الجماهير العراقية. بس يا اخوان افهموا الموضوع، اذا ما عندك تذكرة لا تروح للملعب ولا تسوي اشياء ما تليق بهذه البطولة. اليوم احنا نعرف الجماهير العراقية مثقفة وواعية وتعرف الجاي تسوي، بس من 2 3 4 5 يسوون فوضى ويعبرون من فوق السياج، هاي ما تليق بينا. عوائل جاي تجي من جميع محافظات العراق من اجل مؤازرة المنتخب الوطني، يروحون للملعب يوقفون يم الباب ساعتين ما حد يدخل، يرجعون للبيت يقول ما قدرنا ندخل. يابا ليش؟ والله الملعب مقبض واحنا حاجزين تذاكر واشترينا، هذا المشتري $100 وهذا المشتري $70. شنو ذنب الناس ترجع وما تشوف اللعبة وجاية من غير محافظات؟ يا اخوان افهموا الموضوع، اذا ما عندك تذكرة لا تروح للملعب. اتمنى وصلت الرسالة. تحياتي لكم.